أهلا ومرحبا بيكم معانا في فيلمنا النهاردة. قبل ما نبدأ لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد، علشان ده بيفرق معانا جدا وبيدعمنا جدا جدا جدا. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تضغط لايك بسيط وشكرا ليك. بيبدأ فيلمنا النهاردة في مسابقة أحسن طالب في الكليات، وبنشوف واحدة اسمها ميا وهي بتشجع واحد اسمه روهان، والبنت دي بتكون أجمل بنت في الكلية والكل معجب بيها. وبنشوف روهان بطلنا وهو داخل للمسابقة وبيعرف يطير بتاع 10 طلاب وبيكسب كليته، وبيروح علشان يستلم جائزة الطالب العام، وبيقول لنا إنه بيحب ميا جدا، وهي بتروح تقول له إن هي كمان بتحبه. وكل ده بيكون تخيلات وبيفوق منها، وبيكون قاعد في الكلية الفقيرة بتاعته والدكتور بيشرح وبيلاقيه سرحان، وبيروح يشوفه بيعمل إيه، وبيلاقيه بيرسم ميا في الكشكول بتاعه. وبعد المحاضرة بيقول لصديقه إنه كان بيحبها وهم أطفال، وفعلا كانوا مرتبطين ببعض لمدة 12 سنة، ولكن الكلية فرقتهم لأنها راحت كلية سانت تريزا، ودي غالية جدا والأغنياء بس اللي بينضموا ليها. وبيروحوا عند بوابة الكلية وروهان بيتصور مع الحارس بتاعها وبيقول له إنه هينضم للكلية دي وهيتصور معاه نفس الصورة لكن بعد ما ينضم ليها. والحارس بيقول له مستحيل، ده أنت لو عملت كده أنا هحلق شنبي. وبعدها بيرجع هو وصديقه للكلية بتاعتهم اللي بيبان عليها الفقر جدا ومفيش حاجة فيها شغالة. والعميدة بتقول للطلاب إن كليتهم بتاخد المركز الأخير دايما، وكل املهم انها تاخد المركز اللي قبل الاخير، وكلهم بيعتمدوا على روهان في الموضوع ده. وابشك بيكون واقف وراه متضايق لانهم ما اعتمدوش عليه. وبعدها بيروحوا علشان يتدربوا، وروهان بيعرف يكسب فريقه، وابشك بيدخل يلعب معاهم وبيعرف يكسب فريقه هو كمان. وروهان بيلوم صحابه وبيقول لهم ان صديقته كان عندها حق لان الكليه دي تعبانه. فابشك بيتريق عليه وبيقول له روح دور على الحب بعيد. فروهان بيهجم عليه وبيضربوه، وبعدها بيرجع بيت عمته اللي عايش معاها، وبيلاقي جوز عمته بيضحك على الناس وبيعمل لهم تعويذ علشان يقعوا في حب بعض، وبياكل على قفاهم عيش. وروهان بيلاقي جواب من كلية سانت تريزا وبيعرف ان المنحة الرياضية اللي كان مقدم عليها اتقبلت وهينضم للكلية، فبيفرح جدا وبيشيل عمته من الفرحة. وبعدها بيقول لهم انه راح يقول لميا، ومش بيمشي في الشارع زي البشر العادية، وبيفضل ينط من فوق البيوت وبيوصل لبيتها. ووالدتها بتقول له يا ابني احنا عاملين باب علشان تيجي تخبط عليه، مش نلاقيك نازل من على السطح. وبيقول لها لا مؤاخذة، وبيروح علشان يبلغ بنتها، وبيشوفها نايمة فبيقول انه هيعمل لها مفاجأة وتتفاجأ به في الكلية. وبيقرر يروح يجيب هدوم جديدة علشان يبان انه زي الناس اللي هناك. وجوز عمته بيجيب له عجلة جديدة علشان يروح بيها الكلية، وبياخدها وبيلبس الطقم الجديد وبيروح للكلية. وبيقول للحارس انه هيتصور معاه بالليل، وبيديله مكنة حلاقة علشان يحلق شنبه زي ما قال له. وبيدخل الكلية وبيكون مبهور جدا بيها، وبيفضل يلف فيها شوية، وبيشوف كاس افضل طالب وبيقول لنفسه انه هياخده السنة دي. وبعدها بيروح مسرح الكلية علشان يدور على ميا، وهناك بيشوف بنت اسمها شيريا وهي بترقص وباين عليها مغرورة جدا لانها بتتكلم مع الناس بكبرياء، ومحدش بيقدر يتكلم وهي بتتدرب. فروهان بيشوف صديقته ميا وبينادي عليها، وشيريا بتسأل مين اللي اتجرأ واتكلم وهي بترقص، وبيقولها ان هو اللي اتكلم، وكمان بيقولها ان رقصها بطيء جدا. وبيطلع هو على المسرح وبيرقص بسرعة جدا، والكل بيكون مبهور بيه علشان كده بتوقع جهاز الموسيقى وبتقول له يبقى يدفع حقه وبتمشي. وبعدها بيروح يقعد مع ميا وبتقول له يخلي باله لان البنات هنا مش سهله، وكمان بتعرفه ان شيريا دي والدها الوصي على الكليه علشان كده محدش بيقدر يكلمها. وبيقول لها انه هنا علشانها، فبتسيبه وبتمشي، وبتقول له ان كل حاجه بتتغير وهم مش لازم يكونوا مع بعض لانها هنا علشان تدرس مش علشان تقع في حب حد. وتاني يوم روهان بيكون واقف في الطابور، وبيجي واحد اسمه مناف يسلم عليه وبيقول له ان اخو شيريا اللي كان بيتخانق معاها، وبيخرج علشان يتكرم لانه افضل طالب في السنه. وروهان بيشوف ميا وهي بتسقف له جامد وبيعرف انها معجبه بيه. وبعد كده بيقابل شيريا اللي بتقول له لو عايز يعجب ميا ينضم لمسابقه احسن طالب، ولما يكسبها هي هتعجب بيه. وبتقول له ان المدربه بتحب الولاد اللي عندها عضلات، فروهان مش بيتوصى وبيروح للمدربه وبيفضل يستعرض عضلاته، وبتطلع في الاخر بسكليتة تقريبا وملهاش في الولاد. وبيكون ده مقلب من شيريا وبتفضل تضحك عليه. وبعدها بتوافق المدربه علشان تخليه يشترك في البطوله، وبيدخل سباق مع ناس اكبر منه في الكليه، وبيكسب السباق وبيعمل رقم قياسي جديد، والكل بيبدا يسقف له وحتى ميا. وبتبدا ترجع في كلامها، وهم في المحاضره بتحدف ورقه على روهان علشان يرجعوا صحاب تاني. وبعد كده بيفضلوا يرقصوا مع بعض وبيكونوا خلاص قربوا من بعض. وبالليل وهم بيتمشوا بتقولوا يعمل وشم على حسابها، وبيقول لها ان الوشم ده شيء ثابت وهو ممكن ما يحبوش بعدين، فبتقول له يعمل وشم يحبه دايما، وبيقول لها انه هيعمل وشم باسمها وبيضحكوا. وبتعرفوا بعدها انها عايزه تحقق المركز الاول في الرقص علشان
علشان العالم كله يعرفها، وبتقول له إنها عارفة إنه عايز يحقق جايزة طالب السنة. فبيرد عليها بكل رومانسية وبيقول لها إنه عايز يحقق أحلامها هي. وبعدها بيكون بيتدرب مع مناف، وبتيجي المدربة وبتقول له إنه هيفشل في الاختبار الجاي. فمناف بيقول له إنها بتوتره بس قبل الاختبار ولازم ينجح فيه لأنه كويس جدا. وبيبدأ تدريب الكباتي، ومناف بيعرف يكسب في أول جولة، وروهان بيكون الجولة اللي بعدها لكنه بيخسر وبيعرفوا يمسكوه وبيتصاب في ودنه. وبعدها بيروح له مناف وبيعتذر له علشان خرج من الفريق، وبيقول له إن بكرة حفلة عيد ميلاده ولازم يحضر هو وميا. وبعدها بيروحوا هما الاتنين للحفلة وهما لابسين زي الأبطال. وميا بتشوف عربية جميلة وبتعرف إنها بتاعة مناف، وبتقول يا بخته معها عربية جميلة. وروهان بيقول لها إنه هيجيب واحدة أحسن منها. وبيشوف صحابهم من الكلية القديمة وبيكونوا عاوزين يدخلوا الحفلة لكنه مش هيقدر يدخلهم، فبيسيبهم وبيدخل هو مع صديقته. وشيريا بتشوفهم بره وبتقول لهم يدخلوا الحفلة لأن روهان قال لها تدخلهم، وبتكون عايزة تعمل مقلب تاني فيه. وصحابه بيدخلوا للحفلة وبيفضلوا يتريقوا على مناف، وبيكونوا خلاص هيخربوا الحفلة، والرجالة بتيجي تضربهم وبيخرجوهم بره. وبيقولوا إن روهان اللي سمح لهم بالدخول هو ما عملش كده، فبيزعلوا منه وبيمشوا وبيقولوا عليه إنه مش صديقهم علشان اتغير جدا. وشيريا بتبص لروهان وبتضحك وبيعرف إنها اللي عملت كل ده. وتاني يوم لما بيروح الكلية بيركن العجلة بتاعته مكانها، وبتيجي وبتقول له إنها هتزعله وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيخرج بيلاقيها ملونة العجلة بتاعته للون الوردي. وبيروحوا هما الاتنين لعميد الكلية، وراند والد ريشيا بيكون موجود. والعميد بيقول له إن بنته بتعمل أعمال شغب كتيرة علشان كده بيقوم يضربها كف على وشها، وبيقول لها لو لقيت أي شكوى منك تاني هزعلك. وبعد كده روهان بيروح علشان يعتذر لها وبيقول لها هي اللي بتكرهه وهو ما عملش حاجة وممكن يكونوا أصدقاء. وبتقول له ما يحاولش يجر معاها ناعم لأنهم هيتنافسوا في مسابقة الرقص بعد 5 أيام. ومناف بيقول له إنهم هيشتركوا في المسابقة وهيكونوا ضد بعض، وبيبدأ كل واحد يتدرب فيهم، مناف مع شيريا أخته وروهان مع ميا صديقته. وبيكون عايزها تكسب علشان يحقق لها حلمها، وبيوريها إنه عمل وشم على إيده باسمها علشان هو هيفضل حبيبها طول حياته. وبعدها بتبدأ مسابقة الرقص، وبيكونوا بيرقصوا كويس جدا وبيوصلوا للتصفية الأخيرة، ولكن ميا بتقع وهي بترقص مع روهان. علشان كده فريق مناف وشيريا هو اللي بيكسب، وميا بتفضل تعيط لأن ده كان حلمها وبترجع للبيت. فروهان بيقرر يروح لها وبينط من فوق السطوح كالعادة، ولما بيوصل للبيت مش بيلاقيها في غرفتها، وبيشوف عربية مناف مركونة تحت. ولما بينزل بيشوفها وهي في حضن حبيب القلب، وبيفتكر إنه قال له مش بيحب الخسارة، علشان كده عمل خدعة في إيد ميا علشان تقع وهم بيرقصوا. وبينزل يضربه وبيبص لها بقرف لأنها خاينة، وبيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم العميد بيطلبه لمكتبه، ولما بيروح بيعرف إنه اتفصل من الكلية علشان ضرب صاحبه. ولما بينزل بيلاقيه في وشه وبيفضل يستفزه، وبيقول له إن ميا اللي اختارته لأن معاها عربية وفلوس، إنما هو كحيان مش لاقي ياكل. وبنتأكد إنها بنت مادية جدا. فروهان بيتعصب عليه وبيضربه، وفريق مناف بيتجمع وبيضربوا روهان. وميا بتيجي وبتشوفه هو بيتضرب، فبتعيط شوية وبتقول له مش هقدر يا حبيبي أشوفك وأنت بتتضرب كده، وبتسيبه وبتمشي. ومناف بيمسكه وبيقول له أنا اللي هكسب كاس طالب السنة، وكمان كسب صديقته، وبيقول له شقطت منك حبيبتك يا عم، وبيرميه بره الكلية على أساس إنها كلية أبوه يعني. وعنده حق الصراحة، هي فعلا كلية أبوه. وروهان بالليل بيحلم بكوابيس لأنه اتضرب وخسر صديقته، وكمان هيخسر كاس طالب السنة. وبيبص للوشم وبيقول يا ريتني ما عملته، وبيفتكر الأيام اللي قضاها مع ميا لما كانوا أطفال، وبيندم على الوقت الكبير اللي ضيعه لأنه كان عايز يلتحق بالكلية علشانها. وحتى لما بيروح لصحابه اللي كانوا معاه في الكلية محدش بيقعد معاه وبيسيبوه وبيمشوا. فبيرجع وهو متضايق وبيكسر في مكتبه، وكمان بيقطع الملابس الجديدة اللي جابها علشان يدخل الكلية. وعمته بتيجي وبتقول له يا ابني حرام عليك عفش البيت اتكسر كله، وبيحضنها وبيرجع ينظف اللي كسره تاني. وبتقول له يسيبه من البنت المادية دي ويركز على موهبته ويحقق حلمه. فبيقرر يرجع تاني لكليته القديمة ويتحدى نفسه ويتحدى الكل علشان يحقق حلمه وياخد جايزة طالب العام. وبيلبس اللبس بتاع الكلية وبياخد عجلته وبيروح لجامعة سانت تريزا، وبيقابل مناف وبيقول له إن العام لسه ما خلصش وهو اللي هيكسب كاس طالب العام وهيقابله تاني، لأنه كان عنده حلم واحد فقط وهو خده منه ألا وهو ميا. وبعدها بيرجع لكليته تاني وبيكلم العميدة وبتقول له إنه هيكون قائد الفريق، وهو بيقول لها لا أنا هكون عضو في الفريق عادي، وأبشك هو اللي هيكون القائد. وروهان بيروح علشان يتدرب معاهم وبيقعد بره على ما يجي دوره. وشيريا بتيجي وبتقول له إنها عايزاه ينضم ليها في مسابقة الرقص الكبرى، ودي أكبر من مسابقة الكلية، وهي عايزة تنتقم من أخوها لأنه خدعها. وروهان مش بيوافق علشان فاكرها هتعمل فيه مقلب كالعادة. وبتقول للفريق بتاعه إنها اللي قالت لهم ادخلوا وقت الحفلة
الحفلة وبتعرفهم إنه ملوش ذنب، وروهان بعدها بيروح المكان اللي بتسهر فيه وبياخد 2 صحابه معاه وبيشوف ميا هناك، لكنه بيتجاهلها وبيروح يسلم دعوة مسابقة الرقص لشيريا وبيقول لها إنها مغرورة ومش هيكون معاها وبيمشي، وميا بتكون قاعدة وشايفاه وزعلانة، ومناف بيروح لها وبيقول لها خلاص بقى فكك منه أنا اللي بحبك. ولما روهان بيرجع للبيت بيلاقي شيريا مستنياه هناك وبتقول له إنهم لازم يدخلوا المسابقة، وبيبدأوا يتدربوا مع بعض وبيرقصوا والحي كله بيكون شايفهم، ولما بيخلصوا الكل بيسقف لهم. وبالليل بتروح تجيب تورته علشان تحتفل بعيد ميلادها، واخوها بيوقفها وبيقول لها ان روهان بيهتم بيها علشان ينتقم منه فقط مش حبا فيها، وهي بتسيبه وبتمشي وبتقعد في غرفتها وبتولع الشمع وبتحتفل بعيد ميلادها لوحدها لان ملهاش اي اصدقاء ومحدش فاكر عيد ميلادها اصلا، وبتفضل تكلم نفسها وبتشكر الناس اللي حضرت وهي اصلا قاعده في الغرفه لوحدها، وبتروح علشان تاكل مع والدها وهو كمان مش بيحتفل بيها وبيسيبها وبيمشي. علشان كده بتتضايق وبتروح لروهان، واول لما بتوصل بتلاقيه عامل لها مفاجاه بمناسبه عيد ميلادها، وبتقول له عرفت ازاي ان النهارده عيد ميلادي مع ان ما قلتلكش؟ فبيقول لها انه عرف من الفيسبوك، وازاي ما عملتش حفله في الحانه بتاعتهم، وبتقول له ان والدها اصر انها تعمل بس هي اللي رفضت، ودي مش الحقيقه لان والدها ما قالش حاجه اصلا. وبيبداوا يحتفلوا وبتشكروا انه افتكرها، وبيبداوا يقربوا من بعض اكتر وبيتدربوا مع بعض على الرقص كل يوم، وهي بتدعمه وهو بيتدرب على الكبادي، وبعدها بتقول له انها حبته جدا ولو كان حبها زي ما حب ميا لمده 12 سنه كانت عمرها ما تتخلى عنه، وبتعرفوا انهم هيقضوا حياتهم مع بعض حتى لما يجي يموت هتكون معاه. وبيروحوا بعدها لمسابقه الرقص وبيكسبوها والكل بيسقف لهم، وبعدها بتقول له ان دي اول جايزه تكسبها لان البيت عندهم كله مليان بجوائز اخوها، وبتقول له ياخد الجايزه دي علشان لو رجعت بيها للبيت هيفضلوا يسالوها عن المسابقه وانها كانت بتكذب عليهم وكده، وبيقول لها امال فين والدتك علشان تدعمك، وبتعرفوا انها ماتت وهي بتولدها، علشان كده والدها بيقول عليها منحوسه ومحدش بيحتفل بعيد ميلادها. وروهان بيحضنها وبيواسيها، وفي اللحظه دي بيلاقي ميا قدامه وبتقول له انها سابت مناف وعايزه ترجع له، وبيروحوا هما الثلاثه الكافيه علشان يتكلموا وروهان يختار واحده فيهم، وشيريا بتوقع القهوه على ايد ميا فروهان بيقول لها تمشي، وبيختار البنت اللي سابته علشان الفلوس، وشيريا مش بتصدق وبتسيبه وبتمشي وبترجع للبيت وبتعيط. وتاني يوم الصبح بتطلب من والدها تسافر علشان تنضم من مدرسه الرقص، وراند بيكون فاكر ان بنته عملت مشاكل تاني، لكن روهان بيقول له انها جابت الكاس ده وبقت افضل راقصه في المدينه كلها، وبيقول له ان ابنه دايما بيكسب ببطولات لكن بنته افضل بكتير ولازم يدعمها وبيشكرها وبيمشي. والاول مره والدها بيكون فخور بيها. وتاني يوم بيكون افتتاح مسابقه الكليات، وفريق روهان بيكون واقف جنب فريق مناف وبيفضلوا يستفزوا فيه ويضحكوا عليه، وبعد ما بيخلص الافتتاح فريق مناف بيمسك فريق روهان وبيفضلوا يضربوا فيه، وروهان لما بيعرف بيروح يضربهم وبيمسك مناف وبيفضل يضرب فيه، وبيكون هيوقعه من فوق المدرجات لكنه بيلحقه علشان ما يموتش، وبيفضل يضرب فيه وبيجي الامن يمسكه وبيروحوا للمستشفى، وروهان بيكون قاعد مع ميا وماسكه ايده، وشيريا بتيجي وبتشوفهم وبتروح تقعد معاهم، وبتقول لميا انها بتحبه لكنها هتسيبه يخطئ. وفجاه بيخرج دكتور شكله حلو كده وهما الاتنين بيبصوا له وبتسيبهم وبتخرج، وبيروح روهان وراها وبتقول له اوعى تقول لي ان ميا هربت مع الدكتور الحليوه ده، وبيقول لها لا هو جاي يسلم عليها، وبتشكره انه اتكلم مع والدها علشان كده وافق تسافر لندن علشان تنضم لمدرسه الرقص، وبيقول لها بعد كده انه بيحبها وبيحضنها ومش بتكون عارفين هو بيحب مين فيهم. وبعدها بيروح يطمن على ابشك صديقه والكل بيلومه لانه السبب في كل ده، لكن ابشك بيقول لهم انه الوحيد اللي رجع لهم علشان ينقذهم ولازم يتحدوا علشان يكونوا فريق واحد وكليتهم تكسب البطوله. وبعدها بيبداوا التدريب وبيعتمدوا على بعض علشان يكونوا فريق واحد قوي، وبرضه مناف وفريقه بيتدربوا علشان يكسبوا لكنهم علشان اغنياء بيتدربوا في مكان احسن وانضف. وبيجي اليوم اللي هيحدد مين الاقوى، بطوله الكليات لعام 2019 وبتكون لمده 3 ايام، واول مسابقه هي مسابقه ال100 متر، وروهان بيكون هو المتصدر لكن في النهايه مناف اللي بيكسب، وبعد كده بيكون في مسابقه ال400 متر، ومع البدايه روهان بيكون هو المتصدر وبيكون خلاص هيكسب، لكن مناف في اخر لحظه هو اللي بيسبق وبيكسب هو، والمدرب بيعرفه ان مناف بيخليه يتعب في الاول وفي اخر 30 متر بيكسب هو، وبيدخلوا بعدها سباق ال 800 متر وبيسيب مناف هو اللي يتصدر السباق، وفي النهايه روهان هو اللي بيعديه وبيكسب وبيطلع من الترتيب الاخير للترتيب السادس، وبيكمل باقي المسابقات وبيخلص اليوم الاول، وكالعاده كليه مناف في المركز الاول، ولكن المفاجاه ان كليه روهان بقت في المركز الخامس. وتاني يوم بيكون في مسابقه لعبه الكباتي وبرضه مناف هو اللي بيكسب فيها بسهوله، وبيجي دور روهان وفريقه، والفريق اللي ضدهم بيعرف يكسب منهم نقطه، ولما ابشك بيدخل بيعرفوا يمسكوه، وبكده بيفرقوا عن فريق روهان وبيكون هو
آخر واحد المباراة معتمدة عليه، لو خسر هيكون خسر المباراة كلها، وبيعرف يلمس 3 منهم وبيكسب 3 نقط وبيخلي فريقه لسه في المنافسة، وفريقه بيرجع تاني وبيكسبوا في النهاية، وبيفضلوا يحتفلوا والناس كلها بتسقف لهم، وكليتهم بقت في المركز الرابع بعد ما كانت دايما في المركز الأخير. والفريق بيرجع تاني لغرفة تغيير الملابس، وروهان بيقول لهم لازم يتحدوا ويكسبوا، ولما بيرجعوا تاني للمسابقة بيعرفوا يكسبوا، وروهان بيكون أفضل لاعب فيهم وبيجيب لهم ب10 نقط مرة واحدة، وكليتهم بتكون وصلت للمركز الثاني، ودي معجزة في حد ذاتها، والكل بيحتفل بيهم، وميا بتنزل للملعب وبتحضنه، وشيريا بتكون في المدرجات وبتشوفهم وبتكون متضايقة، وبعدها بيتمشى مع ميا بالليل وبتقول له إنها فرحانة علشان هو وصل للنهائي، وبتيجي تقرب منه بيبعدها وبيقول لها إنه مش قادر ينسى اللي عملته، وكمان هي بتقول له عندك حق بس هي هتفضل تحبه للنهاية، وبيبوسها من دماغها زي الأمهات وبيمشوا. وتاني يوم بيروح للكلية وبيسأل بوجي لو شاف شيريا وبيقول له لأ، وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها في المسرح، وبيقول لها ازاي مش هتحضر النهائي علشان تشوفه وهو بيخسر، وبيضحك بعدها وبيقول لها ان ميا مجرد صديقة وبقت من الماضي، ودلوقتي هو بيحبها وهي الحاضر والمستقبل بتاعه. وبيروح بعدها للمباراة النهائية واللي هيكسب هو اللي هيبقى طالب السنة، وروهان بيكون في تحدي قوي مع مناف، وبتبدأ المباراة ومناف بيعرف يكسب منهم نقطة، وأبشك بيدخل وبيعرفوا يمسكوه وبيخسر، وبكده بقى 4-0 لفريق مناف، وبيعرف يكسب شوية نقط حلوين منهم وبيتشقلب وبياخد نقطتين، وبكده النتيجة بقت 5-2 لفريق الخصم، والماتش بيكمل وفريق روهان بيتخطى عدد النقط بتاعتهم، وبيكون 12-10 لفريق روهان وبيعرف يتقدم عليهم، وبيكون دور روهان انه يدخل وبيلمس شوية من الفريق وبيجي يخرج، لكنهم بيمسكوه ومناف بيخلع كتفه متعمد علشان يخسره، وروهان فعلا بيتصاب وبيخرج وفريقه بيكون في ورطة، وبيبدأ الفريق التاني يفرق عنهم، والنتيجة بتوصل 43-17 لفريق مناف، وروهان بينزل تاني وهو مصاب وبيشجع فريقه علشان يرجعوا تاني للمباراة، وبيعرف يكسب نقطة، وبعد كده بيدخل روهان المصاب علشان يلمس من الفريق التاني وبيعرف يجيب نقط، وبيفضلوا يهتفوا باسمه، ومناف بيكون عليه الدور، ولما بيدخل لمنطقة الفريق التاني بيمسكوه، ودي أول مرة في حياته يخسر نقطة، وبعد كده فريقهم بيرجع تاني للمباراة والفرق بيكون 4 بس، وفاضل آخر 30 ثانية، والدور على مناف علشان يدخل، والكل بيكون عارف إنه هيكسب لأنه مستحيل يضيع الفرصة دي، وبيفضل يضيع في الوقت، وبعدها بيخرج وبيبدأ يحتفل لأنه كليته وفريقه كسبوا، لكن الحكام بيعرفوا إنه خرج قبل 30 ثانية، وبكده هيسيب فرصة لفريق روهان إنه يدخل يلمس حد فيهم، والنتيجة بتكون 47-40 لفريق مناف. روهان بيكون لازم يلمس ال7 علشان فريقه يكسب، وبيدخل وبيعرف يلمسهم كلهم، وبيزق مناف يوقعه على الأرض، وبيعرف يعدي إيده من الخط وبيكسب، وبياخد نقطتين كمان علشان لمس كل أفراد الفريق، وبيكسب لأول مرة في حياته، والكل بيحتفل بيه وبيهتفوا باسمه، وشيريا بتنزل علشان تحضنه، وميا بتشوفهم وبتسيب المدرجات وبتمشي، وبعدها كليته بتكسب المركز الأول بعد ما كانت عايزة تكسب المركز اللي قبل الأخير حتى، وروهان بيكسب جايزة طالب العام، ودي الجايزة اللي كان بيحلم بيها، وأخيرا حلمه اتحقق وبيتجوز شيريا في النهاية. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص، واشوفكم على خير الفيلم الجاي، فيلم ممتع ويستحق المشاهدة، لكن طبعا قبل ما اقفل ما تنساش لايكك الجميل واشتراكك في القناة لو انت مش مشترك معانا علشان يوصلك كل جديد، وفعلا بيفرق معانا جدا اللايك والاشتراك والدعم يا جدعان. سلام عليكم.